في فيديو النهاردة عملت أفكار تنفع للفطار وللعشاء واللانش بوكس كمان، وبحاجات في مننا بيرميها عملت منها أشكال والوان. وفي حاجات أنا كنت مرعوبة وخايفة أجربها، بس لما جربتها قلت يا ريتني جربتها من زمان. قبل بقى ما ندخل في أي تفاصيل، عاوزين نصلي على الحبيب وصباح الفل يا حلوين. صليتوا على الحبيب ولا لسه يا حلوين؟ لايكات كتير عشان ناويين ندخل في حاجات من العيار التقيل. اول حاجة هعملها وهي الفايش من اسهل مما يمكن. اول حاجة حطيتها جبت برطمان وحطيت فيه كيس خميرة فورية. لو عندك خميرة بيرة برضو هتشتغل معاكي وهتبقى حلوة كتير. وحطيت معلقة، اللهم صل على الحبيب، معلقة سكر ومعلقة كركم. يبقى معلقة كركم، معلقة سكر، كيس خميرة. وممكن تحطي لون اصفر لو انتي حابة، او زعفران لو انتي مش حابة، مش مشكلة، بس هو بيتحطله لون اصفر في الافران. بس انا ما حطيتش الخطوة دي. وجبت مية دافية اللي هي الفترة تقدر تستحملها ايدك، وقلبت فيها الخميرة والسكر والكركم، وحطيتهم كده لغاية لما يتفاعلوا مع قلب بعض. دول بالظبط 3 كوبايات دقيق. حطيت عليهم رشة ملح و3 معالق سمسم متحمص. لو مش موجودين خلاص مش مهم، بس بيديها طعم وشكل حلو، لكن هما في الافران ما بيحطوش سمسم نهائي. تمام كده يا قطايف. عايزه اقول لكم مكوناتها سهله كتير وخفيفه واقتصاديه كمان، ان شاء الله موجوده في كل بيت. ونزلت عليها بنص كوبايه زيت تومين ماشي، بس يكون طعمه حلو يعني ما يكونش محزز. اللهم صل على الحبيب. وبعد كده قلبتها في قلب بعضها كده لغاية لما بقت دي شبه الرملة بتاعة البحر، الرملة المندية. تمام كده. وبعد كده نزلت عليها بالخميرة بعد ما اتفعلت مع بعضها، وزودت بقى المية حبة حبة. المية ملهاش عيار معين، لان كل دقيق مختلف عن الدقيق اللي حيره يعني. كل واحد حير التاني، مش كل دقيق بياخد نفس المعيار. قلبتها كده، عايزه اقولك بتتلم معاكي بسرعه جدا، ما بتحتاجش معاكي عجن اصلا نهائي، ما فيهاش عجن. هي لمتين تلاتة كده وتلاقيها لمت. اهم حاجه ما تبقاش بتلزق في ايدك. انا هاخدها بقى دلوقتي على الرخامة عشان بس اديها كده ضربتين من اللي هم كده ضربة ستاتي كده. وكمان اطلع الطاقة السلبية اللي عندي، عشان عندي حبة طاقة سلبية كده مأثرين على نفسيتي. فطلعت همي في العجين. لما تلاقي نفسيتك مش احسن حاجة، قومي اعملي حتة عجينة كده وطلعي حلبك فيها لغاية لما تقولك ارحميني. تمام كده. بس دي بصراحة ما بتاخدش عجن كتير ما طلعتش كل الطاقة، بس رحت جاية عاملة عجينة عشان تطلع الطاقة كاملة متكاملة. المهم زي ما بقولك كده بتلزق بس ما بتلزقش في ايدك، يعني بتلزق معاكي بس ما بتلزق. وابتديت ان انا احطها في الحلة تحمر لمدة نص ساعة. بصي ما خدتش معايا وقت، لان كمان الجو مش ساقع قوي ولا حر قوي، متوسط. انا طبعا عملت لكم كله ورا بعضه، بس انا في وقت ما هي كانت بتحمر كنت انا بعمل حاجة تانية وهكذا. تمام يا قطايف. جبتها بعد ما حمرت قسمتها الى جزئين. لو انتي بقى عايزة الفايش يطلع حجمه كبير يبقى اعمليها مرة واحدة جزء واحد. لو انتي حاسة لا اللي انتي عايزة تقسميها على جزئين زي ما انا قسمتها، قسميها. بس هي بتطلع حجمها كويس زيها زي الافران، هتشوفيها دلوقتي معايا. ابتديت بقى افردها من الشابة. هي يعني ايه، لا لاينه معاكي، يعني بتمشي معاكي سهله جدا، ما مش متعبه في فردها والكلام ده، بالعكس. ومش هتحتاجي تدهني زيت على الرخامه ولا اي حاجه خالص، لان هي اصلا ما بتلزقش على الرخامه اصلا، لان هي فيها كميه زيت كويسه. بس كده ابتديت بقى ان انا افردها زي ما انت شفتي، وابتديت ان انا الفها رول زي اكني هلف عيش فينو. العيش فينو برضو بيتلف رول كده زي ما انت شفتي حوالين بعض. وابتديت المها من الجناب عشان تبقى شكلها مهندم كده وحالتها النفسيه مش تعبانه. تمام كده يا قطعيت. وبعد كده ظبطتها وقفلتها كويس جدا. اهم حاجه في التقفيله لازم تقفليها كويس جدا عشان ما تفرقعش، يعني ما تطلعش الهواء اللي فيها، وتحمر معاكي كويس. جبت بقى صاج من صاجات الفرن وعصته زيت، وعملت الجزئين اللي انت شفتيهم كده وحطيتهم وسبتهم في رينج نص ساعه كمان. ما اخدتش وقت معايا خالص، وابتدت تحمر وتتضاعف حجمها زي ما انت شايفه كده. الحجم بتاعها مليان مش رفيع، يعني تلاقيها نفشت معاكي كده، وبالذات لو الخميره كويسه.
بس دخلتها الفرن ما اخدتش معايا 10 دقايق في الفرن، يا دوبك اتحمرت من تحت ومن فوق تمام كده، وهتطلع معاكي طريه مش هتطلع معاكي ناشفه، يعني ما تتخيليش ان هي هتطلع معاكي ناشفه، لا هتطلع معاكي طريه. سبتها تبرد كده. بص انا كنت هنا عملت كذا حاجه هتشوفوها معايا في الفيديو. سبتها تبرد كده، وبعد ما بردت مش بردت خالص خالص، يعني متوسط، بس المهم ان هي بردت تنفع تتقطع معاكي. وهي بتتقطع معاكي هتحسي ان هي بتتكسر كده زي ما انت شايفه. ده طبيعي جدا، مفيهاش اي مشكله، ولا تفكري ان هي كده باظت مني او انا كده خلاص فشلت او الكلام ده كله، لا خالص، لا بالعكس. زي ما انت شايفه هي بتتفرفت معايا بسيط، بس مش بتشقق يعني، مش بتتقطع خالص، لا بتتفرفت بسيط كده. بس ابتديت بقى اقطعها طرنشات كده زي ما انت شايفين، عشان لسه هندخلها الفرن مره كمان. انا عايزه اقول لكم هي ليها كذا مرحله، بالذات ان انت بتحمريها وبتسيبيها وتحمريها والكلام ده كله. بس بصراحه يعني عايزه اقول لكم بجد نتيجتها حلوه جدا، وبتطلع معاكي كميه حلوه جدا. الربع كيلو احنا بنجيبه ب15 جنيه، الربع دول اكتر من ربع بكتير طبعا، والربع بيطلع 5 وحدات 6 وحدات بس. زي ما انت شايفه كده انا فردتهم في الصاج، وهبتدي ادخلهم الفرن يتحمصوا من فوق وتحت، واقعد اقلبهم يمين وشمال، وبعد كده هوريهم لك لما يطلعوا واسمعك الصوت بتاعهم كمان. حطيتهم بقى في الفرن. تعالوا اقول لكم انا عملت ايه. بص يا ست الكل، انا حليت اللبن والدنيا تمام التمام ومية فل و14، جيت اطلعه عشان اعمل شاي بلبن للولاد، لقيته لا حول به ولا قوه، قطع. اجيب يمين اجيب شمال، طب اعمل ايه، طب اروح فين، قلت خلاص والله لجربها. وقد كان جربتها وقلت بجد يا ريتني جربتها من زمان. اول حاجه اخدت اللبن يا ست الكل وحطيته في الحله زي ما انتوا شايفينه كده، يعني ايه ميؤوس بيه. في ناس بترميه على فكره، انا اعرف ناس بترمي اللبن لما يقطع، لكن احنا من النهارده هنبتدي نشتغل بيه ونعيش حياتنا، ويمكن كمان نقطعه عشان نعمل بيه حاجات حلوه كتير. رفعته على النار كانت هاديه خالص، وبعد ما ابتديت ان هو يدفى زي دمعة العين، نزلت عليه بمعلقة خل كبيرة، وابتديت ان انا اسيبه على النار يتفاعل مع بعضه لحد لما المية بتاعته تبقى شفافة خالص زي ما انتوا هتشوفوها دلوقتي. سبته على النار شوية حلوين، وبعد كده شوية يعني كل شوية ابص عليه كده لحد لما اللون بتاعه بقت المية شفافة كده زي ما انتوا شايفين. تمام كده قطعين. هاخده بقى وهبتدي صفيته بقى بالمصفى، مصفى عادية خالص، مش بقى لازم الشاشة والكلام ده كله، لا عادي يعني مصفى عادية. هما طبعا مطلعوش كمية كبيرة، بس اوعدكم ان انا بعد كده منين ما اللبن يقطع معايا، او ممكن كمان اشيل اللبن على اللبن لما يكون مقطع، يعني عشان اعمل كمية كويسة. اللهم صل على النبي. بعد بقى ما صفيتها كده، اخدت بقى اللبن اللي طلع او اللبن اللي قطع اللي فوق الوش ده، وابتديت ان انا احطه في الخلاط، وهنزل عليه بملح. الملح طبعا زي ما انتي بتحبي الملح بتاعه، بس انا بالنسبه لي نزلت عليه بربع معلقه ملح، مش كتير، لان هو ساعات بيبقى اللبن نفسه بيبقى حادق لما بيتقطع. فحاولي تظبطي الملح بتاعه الاول، يعني دوقيه حبه بحبه. ونزلت عليها بمعلقتين يعتبر لبن، شرش لبن من اللي طلع كده. وخلي بالك طبعا عشان هو في حل، ضربته ضربتين ونزلت عليه بقطعة زبدة مش كبيرة، يعني مكعب صغير. وابتديت ان انا برضو اضربه في الخلاط. لو في الوقت ده عندك جبنة مثلثات حطي، عندك جبنة قريش ناشفة والولاد مش عايزين ياكلوها حطي، عندك جبنة بيضة مش عاجباكي وطعمها مش قد كده حطي، يعني عارفة ايه هيمشي معاكي في اي حاجة. ابتديت بقى ان انا احط معلقتين لبن بودرة، بس انا بزود القيمة الغذائية بتاعته مش اكتر. ما عندكيش اللبن ده مش اساسي، اللبن البودرة بس انا حطيت عشان ازود القيمة الغذائية. وبنزل عليهم بمعلقتين زيت. لو ما عندكيش زبدة ينفع تحطي نص كوباية زيت، بس طبعا من فوق سرسوب واحدة واحدة. طبعا انت شايفاها ان هي خفيفة كده، بس هتحط في التلاجة وهتطلع هتبقى جبنة حلوة جدا، وبجد بجد طعمها حلو جدا، وانا بقول لنفسي يا ريتني عرفتها من زمان. دلوقتي بقى احنا حطينا اللبن في الجبنة اسفة في التلاجة، عايزين بقى نعمل حاجة بالشرش اللي طلع، سامحوني طبعا على الكلمة مش عارفة انطقها. اللهم صل على النبي. خدنا بقى كوباية من المية اللي طلعت من اللبن دي وحطيناها في الخلاط. هتعملي ايه يا ام ياسين؟ احنا هنعمل كيكة المية، بس بدل ما بنحط مية هنحط
اللبن القاطع او الشرش بتاع اللبن، يعني اي حاجة. نزلت على كوباية المية وكوباية السكر، طبعا السكر على حسب ما انتي بتحبي، ونص كوباية اللهم صل على الحبيب زيت، ومعلقة خل، وبس كده. ده بالنسبة للخلاط، ومعلقتين لبن بودرة. يبقى حطيت كوباية مية او كوباية اللبن اللي هو القاطع ده او ده هيمشي. انا بالنسبة لي بعملها على طول بالمية، بس المرة دي عشان اللبن المية دي كانت عندي. يبقى كوباية المية وكوباية السكر ونص كوباية الزيت ومعلقتين لبن بودرة ورشة فانيليا، وحطيتهم على اسمه ايه، في الخلاط يعني يتضربوا. وبعد كده رحت جايه منزلاهم في قلب الطبق، وهنزل عليهم بكوبايتين لكوبايتين ونص على حسب ما هياخدوا معاكي، زي ما احنا متفقين مش كل دقيق واحد، من كوبايتين لكوبايتين ونص. واهم حاجة يكون منحول كويس عشان خاطر يدخل فيه هوا ويبقى فيه فرحات زي ما انتي هتشوفي كده. هقولك بقى المكونات الكافة: كوبايتين دقيق، ومعلقة ونص نشا، واللهم صل على الحبيب، ورشة ملح، وكيس كيك شيف، ورشة بيكنج كربوناتو. يبقى رشة كربوناتو، كيس بيكنج باودر، معلقة ونص نشا، ورشة ملح، وكوبايتين يا اما كوبايتين ونص دقيق. تمام كده حلوين كده. الكيكة بتاعتنا بعملها من حير لبن وبعملها من حير بيض، وبصراحة بتطلع معايا حلوة كتير. ومن ساعة لما انا اعتمدتها وانا بمشي عليها على طول، سواء بالشوكولاتة سواء بالبرتقال سواء باي حاجة. قلبتها كده زي ما انتوا شايفين، ولو حسيت ان هي طحينة سنة معاكي يعني تقيلة، ابتدي احط لها برضو بق لبن لحد لما تخف معاكي كده، سوري بق مية لحد لما يعني تخف معاكي كده. وانتي بتقلبيها اصلا هتلاقي تحسي ان العجينه نفسها بتعمل فوم، يعني بتعلى معاكي. اللهم صل على النبي. جبت طبعا الصينيه ودهنتها زيت وعفرتها بالدقيق وهدخلها الفرن، وهتشوفيها دلوقتي لما تطلع بجد تحفه. للناس اللي بتعترض عليها، والله انتي حره، تقدري تعملي ببيض وتقدري تعملي بلبن، كل واحد بيعيش على قد امكانياته. مش معنى كده ان انا بشحت، عشان في ناس بتدخل تقول انتي بتشحتي، لا انا مش بشحت. انا الحمد لله راضيه باي حاجه وراضيه بقليله، بس بحاول يعني ابين للناس ان الدنيا ماشيه، الدنيا حلوه، مش كل حاجه فلوس ومش كل حاجه اكل ومش كل حاجه. في ناس بتبقى متقله الدنيا على نفسها او متقله العيشه على نفسها، لكن يعني ايه، ربنا بيقول ارضى بقليلك انا هزيدك. الناس اللي بتتريق والكلام ده كله بصراحه بتخنقوني من كلامكم، ببقى عايزه امسككم من زماره رقبتكم ازمر بيها، امسك الزماره بتاعت رقبتكم واقعد ازمر بيها كده لحد لما تزهقوا وتسكتوا. يلا المهم نرجع لموضوعنا. طبعا كده بقى عشان نعمل التاتش بتاعنا، احنا جايين واخدين معلقتين كاكاو، معلقتين من العجينه، وحطيت عليها رشه كاكاو وحففتها شويه بنقطه ميه، وعملت بقى ايه، خلطبيطه دي زي ما انت شايفه كده. انا مش عارفه ايه الرسمه دي بس انا عملتها. المهم هنا وانا بعمل بالسكينه عشان اشوفها استوت ولا لا، اذا كان والسكينه رشقت كلها جوه الكيكيه مش مهم. المهم يعني ان هي استوت الحمد لله، وقبه كده وبسم الله ما شاء الله، احلى كلام. هسيبها بقى تبرد وهندخل على العجينه. هنعمل ايه تاني يا ام ياسين؟ دول 3 كوبايات دي حطيت عليهم معلقه بيكنج باودر ومعلقه خميره، تمام كده، ورشه ملح، يبقى ومعلقتين سكر، يبقى 3 كوبايات دقيق عليهم معلقه سكر، معلقه خميره، معلقه بيكنج باودر، ورشه ملح، وبس كده. وهتقلبيها طبعا بالميه، يعني تعجنيها بالميه. انا طبعا عشان عندي الميه اللي احنا متفقين عليها انا هعجن بيها، لو انتي ما عندكيش هتعجني بميه عادي خالص، يعني ما مش هتقف الدنيا، يعني الدنيا ماشيه. قولولي برضو كده الفيديوهات دي عجباكم ولا لأ، الفيديو نفسه عجبكم، استفدتوا منه، يعني ايه، حسسوني هل فعلا الفيديوهات حلوة ولا لأ. آه القناة نفسها فيها تنوع ولا لأ، انتوا مش شايفين ده. لأ يا ام ياسين انت ماشية على نفس النمط، لأ غيري، يعني ايه، فهموني او عرفوني عشان برضو ايه ابقى معاكم في الخط. تمام كده يا قطايف. بالله عليكم تردوا عليا في الحتة دي، لاني انا محتارة، يعني محتارة هل انا ماشية صح هل انا ماشية غلط الكلام ده. بس كده يا حلوين. طبعا عجنتها بالمية كده زي ما انتوا شفتوا، وابتديت ان انا المها، وبس كده نزلتها على الرحامة، وابتديت ان انا اعجن فيها بقى زي ما قلت لكم. طلعوا الطاقة السلبية في اي عجينة، المهم ان انت تطلعي الطاقة السلبية لو عندك، لو ما عندكيش طاقة سلبية والحمد لله، طلعي برضو اي ضغوطات عندك في الحياة فيها.
بس كده يا قمر. ابتديت بقى اجيب معلقه زيت وهبتدي بقى يعني ادهن العجينه من بره. يعني انت بس بتحطي معلقتين زيت تدهني بيها العجينه من بره. عايزه تحطي سمنه هتمشي، عايزه تحطي اللهم صل على النبي زبده هتمشي، يعني اي حاجه عندك ماده دهنيه هتمشي مفيش مشكله. وبالنسبه برضو للكيكه انا بفضل بالزيت بصراحه. الفايش ما ينفعش الا بالزيت، لازم زيت، ما ينفعش سمنه ولا زبده. تعالوا بقى نقطع الكيكه مع بعض. بجد انا متوقعتش طعمها ومتوقعتش شكلها. يعني ايه، كنت خايفه من كسة اللبن اللي هو الشرش بتاع اللبن ده، عشان كل مره بعملها بالميه اقول يمكن تطلع مش حلوه، يمكن تطلع مش قد كده، يمكن بس بصراحه طلعت حلوه. يعني ما اكدبش عليكم هي طلعت تحفه. هتشوفيها دلوقتي وهتشوفي سمكها. بصوا بسم الله ما شاء الله، عاليه وطريه وهشه. كيكه دي ولا مش كيكه يا بنات؟ قولوا لي في الكومنتات دي كيكه ولا مش كيكه. كيكه دي اللي متعلمينه بتوع المدارس ولا مش كيكه؟ قولوا انتوا ادرى. يا بنتي الحياة سهلة والنبي عيشوها بطولها وعرضها. بدل اهم حاجة ان انتي راضية بكل حاجة ربنا كاتبها لك، هتلاقي الدنيا متيسرة عندك ما تعرفيش منين. والله العظيم هتلاقي الدنيا مشت كما يجب ان ما هي تمشي. بس طول ما انتي حاطة العقدة في المنشار هتلاقي نفسك الدنيا يا لهوي هم تقيل على قلبك مش قادرة تمشيه. فاضحكي كده يا بت وفرفشي وزقططي وقولي الحمد لله على اللي انتي فيه، في حيرك مش لاقي. وقولي كل حاجة انا راضية بيها يا رب بدال حير من عندك. حتى لو حاجة، على ان ربنا ما بيجيبش اي حاجة وحشة، بس لو حاجة انتي شايفاها وحشة برضو خير من عند ربنا. نرجع بقى لموضوعنا. قطعنا الكيكه وحفظتها في العلبه دي وهوريها لكم دلوقتي. وكانت العجينه اللي احنا عملناها حمرت، وابتديت بقى ان انا هشكلها. طبعا العجينه دي ينفع تشكليها فينو، تنفع تشكليها بيتزا، تنفع تشكليها اي شكل انت حباه. الحشوه ينفع تحشيها اي حاجه. انا عن نفسي عشان كان عندي اللانشون وكمان كان عندي الجبنه، طبعا انتوا عارفين ان انا جبت الجبنه المره اللي فاتت واتلدعت فيها، بس الحمد لله رضا من عند ربنا. فبدخلها للولاد كده زي ما انتوا شايفين. طبعا الحاجات دي كلها تنفع تتحط في اللانش بوكس عادي مفيش اي مشكله. وطبعا الجبنه ممكن نحشي بيها سندوتشات عادي خالص خالص. ابتديت بقى ان انا احشيها كده. انا طبعا زي ما قلت لكم الحشوه اللي تعجبكم انتوا، بس انا حشيت باللي موجود. يعني انت حتى لو عندك جبنه قريش موجوده في التلاجة مش الولاد مش عايزين ياكلوها، حطي عليها حته زيتونه ورشه زعتر كده وحطيها في العجينه والولاد هياكلوها ويتبسطوا بيها. تحطي عليها رشه لانشون، رشه بسطرمه، الولاد هيفرحوا بيها جدا اصلا يعني. المهم كده زي ما انتوا شايفين بقى ابتديت ان انا ارصها كده يعني ايه دايره حوالين نفسيها، بحيث ان انا ايه اعمل شكل الحليه. عارفينها الحليه؟ المهم تعالى اوريها لكم بقى لما نفشت وقبت وبقت حالها ميسور بيها الحمد لله. زي ما انتوا شايفين كده كلها تماسكت وبقت اسره مرتبطه كما يجب ان تكون، ان انتوا تكونوا اسره مرتبطه مع بعضكم. هو دلوقتي بقى نادر قوي لما تلاقي اسره مرتبطه، بس احنا بنحاول نلمها في العجينه. المهم لميت بقى كده العجينه ورشيت حبه ميه كده وحطيت على الوش كده حبه البركه وحبه السمسم. انا بحب ادخل حبه البركه في الحاجات اللي شبه دي عشان الولاد لما تاكلها ما يضطروش يطلعوها ويدخل فيها الفايده بتاعتها في جسمهم. رشيتها كده وظبطتها وهبتدي بقى ادخلها الفرن. تعالوا اوريكم بقى اللهم صل على النبي الفايش طبعا بعد ما طلع من الفرن قرمشته حلوة جدا وطعمه اقسم بالله زيه زي اللي في الفرن. تيبيكال طبعا، بس على انضف بقى. يعني انتي كمان عاملاه بحاجات انتي عارفاها والحاجات كلها زي ما هي. فبالنسبه لي الحاجه كلها تحفه. طبعا دي اتحروقت شويه يعني سيكا. ليه؟ عشان كنت بتكلم في التليفون مع ماما ونسيتها اصلا. يعني نسيت ان انا احط حاجه في الفرن، لهيت خالص. بس الحمد لله يعني ايه حاولنا نلحق ما يمكن لحقه، يعني ان انا الحقه. على فكره انا طفيت من تحت، يعني انا طفيت وجيت اولع الشوايه نسيت خالص ان انا ولعت الشوايه. انا افتكرت ان انا طفيت وسبتها جوه. بس الحمد لله. طبعا دي ايه جبنه الجميله تحفه طعمها حلو جدا على فكره يا بنات والله. يعني بجد لو لا قدر الله اللبن قطع عندكم ولا حاجه جربوها وان شاء الله مش هتندموا. طبعا لو مفيش لبن قطع والدنيا تمام التمام ممكن تجربوها بالجبنه القريش، وانا ان شاء الله باذن الله هعملها معاكم مره بالجبنه القريش عشان برضو تعرفوها. بس كده يا بنات وده كده الفيديو بتاعنا النهارده. حبيت ان انا اساعدكم في
افكار يعني في اللانش بوكس او افكار في الفطار وفي العشاء، لان احنا في جو الشتاء بصراحة بنبقى عايزين على طول اكل كده يرم الروح يرم العظم ولا ايه. بصوا يا جماعة اهو كده القهوة سامعين. بصوا بقى كده الناس بقى اللي بتحب ده يعني اهو، في ناس بتحب الجبنة على الكحك، انا بحبها جدا على فكرة. حلوة جدا. دي الكيكة كيكة مش عيش ولا حاجة، لا كيكة وطعمها حلو جدا جدا والله العظيم وطرية، وهتحتفظي بقى في علبة كده زي ما احتفظ. تعالوا بقى نشوف دي هتحروقت بس مش مهم، هتطلع كويسة يعني. ما اتحروقتش من تحت بس اتحروقت من فوق، مش مهم. اهو قولوا لي بقى لو انتوا عايزيني اعمل معاكم لانشون سواء اقتصادي سواء باللحمه، قولوا لي، انا حابه ان انا اعمله معاكم، بس انا مستنياكم انتوا اللي تقولوا لي، انا عملته قبل كده وكده. احنا استفدنا من لبن القاطع، عملنا جبنه، وكمان عملنا كيكه، وعملنا العجينه وحشيناها. والنوع ده اسمه ايه، الفايش ده اسهل من السهوله، ويعني ده يعتبر السهل الممتنع، سهل جدا، هو خطواته شويه في خطوات بس هو سهل ومكوناته سهله واقتصادي. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم ويكون استفدتوا منه حتى لو 1%. وقولوا لي لو الفكره دي عجبتكم، هديكوا بقى افكار تانية للفطار سواء الفطار او العشاء، لان طبعا الشتا ده بتاع الاكل، يحب الاكل كده، بيحب اللمه ويحب الواحد يبقى متدفي وبياكل ومتهني. تمام. انا فرحانه جدا بالجبنه لاني كنت قلقانه منها، انا اول مره اعملها اللهم صل على النبي باللبن اللي قطع، كنت طول مره بعملها اللهم صل على النبي بالجبنه القريش. حطوا بقى لايك وكومنت حلو كده جميل زيكم، وانا بحبكم كتير وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.